قصة اليوم بتزعل. تخيل حالك بنت عم تتعرض للتعنيف من أهلها وعم يهددوها إنه بدهم يقتلوها، ووشك كله موزن وعيونك منفوخة من كتر الضرب، فاستغثتي بالشرطة وطلبتي الحماية. فلما اجوا الشرطة لعندك وجت حماية الأسرة لعندك، قلتي وأخيرا حأخلص من هذا التعنيف اللي عم يصير معي. فبدال ما يحبسوا اللي عم يضربك اجوا حبسوكي إليه. شو هتكون ردة فعلك وقتها؟ الحدا اللي عم احكي عنه هو وفاء أبو سمرة، البنت يلي تعرضت للتعنيف من أهلها، واللي خلانا نعرف هذا الشيء هو أختها شيماء اللي عايشة بأمريكا. أختها نزلت فيديو عم تطالب إنه أنا أختي عم يتم تعنيفها وعم تتهدد إنها تنقتل، وأنا كان يعملوا معي نفس الشيء لما أنا كنت عايشة هون. والرواية اللي حكتها شيماء اللي هي أختها اللي عم تتعرض للتعنيف، إنه بعد ما طلقت وفاء صار بدها تروح تشتغل، فأهلها منعوها عن هذا الشيء، ولأنها أصرت صاروا يعنفوها ويضربوها ويهددوها. ووقت طلبت الحماية من السلطات اجوا وحبسوها إلا ما حبسوا أهلها مشان هن يحموها. اجت حماية الأسرة قالت إنه إحنا بدنا نحميكي مشان أهلك ما يقتلوكي، فأخذوها هي وحبسوها بهدف الحماية. يعني هن ما حبسوها لأنه هي عاملة شيء غلط، بس لا، مشان نحميكي من أهلك اللي حيقتلوكي، ما حنحبس أهلك اللي هن فيهم مشكلة، لا حناخدك إلك نحتجزك مشان ما يصير لك شيء. قصة أختي مو شرف، خلوها شرف. أنا ما بدي أختي تصير مثل أحلام أو إسراء أو غيرها. هي شيماء هي اللي طلعت حكت انه اختها عم تتعنف وعم تاكل ضرب. وفي الآخر الناس تقول توفت، الله يرحمها. هي الكلمات ناشدت الأردنية شيماء أبو سمرة لإنقاذ أختها. فيديو قالت إنه شقيقتها وفاء تواجه تهديد بالقتل بعد تعرضها لاعتداء عنيف من أفراد عائلتها. بعد مناشدة شيماء احتجزت السلطات الأردنية أختها وفاء بموجب نظام التوقيف الإداري الحمائي، وهذا الشيء اللي خلى العالم كلها تجن وتقلب القصة قضية رأي عام. يعني عذر أقبح من ذنب، بحبسوها بحجة حمايتها، وبعدين لما المعنف اللي عنفها بعتبروه ولي أمرها طلعوها معه. هي المشكلة الكبيرة، انه هيئة حماية الأسرة الأردنية قالوا انه نحن يعني شو بدنا نعمل فيها، خلاص بالنهاية نحن بدنا نسلمها لأهلها، يعني وين بدنا نروح فيها؟ أهلها أولى فيها، أهلها حيقتلوها برو. أكيد حماية الأسرة يعني هن عرفانين شو عم يعملوا وعم يحاولوا انه هن يساعدوها، بس أنا شايف انه مو منطقي يعني انه هي اللي تحتجز. انت ممكن تقلي انه ليش هذا الموضوع كتير مهم، خلاص يحبسوها هي وشو هالقصة يعني، وبعدين سلموها لأهلها في يعني ليش انت كثير مكبر القصة؟ كثير مكبر القصة لأنه كل شهر عم نسمع قصة جديدة. فب 2019 كان في قصة إسراء غريب اللي هي من فلسطين عمرها 21 سنة، توفت بسبب تعنيف أهلها لدرجة الموت، ضلوا يعنفوها لحتى هي ماتت. وب 2020 سمعنا بقصة أحلام اللي هي كمان بنت أردنية، وبشهر يوليو مثل هذا الشهر الأب ضربها بحجر على راسها حتى ماتت، وقعد يشرب شاي قدام الجثة تبعها. فالقصة بتستاهل هي الضجة، وبتستاهل ضجة أكثر من هيك، لأنه مثل ما قالت هي، أنا أختي مو قصة شرف، مو جريمة شرف، هن عم يسووا قضية شرف. حتى لو قضية شرف، أنا ما بعرف شو هي يعني قضية شرف، بيقول لك هو شرف قتل بنته فبيتنزل له قضية شرف، المحاكمة تبعه بتنزل من إعدام لحتى مثلا بيقعد سنتين، إنه خلص هاد قضية شرف مدافع عن شرفه. شو هذا المنطق تبع أيام الجاهلية؟ لو شو ما كانت عاملة، القتل مو حل، مو شيء يعني مو شيء بيبرر ابدا. قضية شرف مو قضية شرف، القتل مو حل، مو يعني انت اذا قتلتها هيك خلص صار فيها شرف ما حتستفاد شيء. هي العالم اللي بتفكر بهالطريقة كتير غبية، وبتلاقي دائما مخهم انه نحن رجال شرف، وشوفوا انه البنت عار، لدرجة انه هن في منهم هدول اللي بيكونوا قتلوا هيك بنتهم من هي وقت ما ولدت بيتضايقوا بيكتئبوا، العمى اجتني بنت، بتروح لعنده العمى كأنه جاي مصيبة، اجتني بنت انا عار، هذا عار كيف بدي اخلص منها، وبيستنى اللحظة المناسبة لحتى هو ضل عم يعنفها طول العمر، وبيستنى المبرر المناسب ليقنع حاله انه يلا هلا بدي بقتلها وهيك انا بحمي عاري، لانه هو مخه من اول ما اجت هي البنت على الدنيا شايفها انه هي شغلة غلط. حرفيا هي قصص وقت البنات اللي كنا نسمع فيها ايام الجاهلية لساتها موجودة، ودائما بتلاقي هي الشغلات موجودة بالاماكن الشعبية او الاماكن السيئة او الاماكن المتراجعة لورا، لانه تفكيرهم غبي ومتراجع. شايفين هاي المرة بعد ما تعرضت للضرب من عيلتها انحبست هي
مش هم. إخواني مش أول مرة بيعملوا. شوفوا شكلها ليك قديش عم تنضرب على عينها، يعني يا ريت هو مثلا ضاربها على خدها، ضاربها على عينها. يعني هذا الضرب كله ممكن تنقلع عينها، ما بعرف كيف عيونها منيح انه لسه مو صاير لهم شيء. ضرب مأذي هذا. بهاي الضرب احفظوا هذا الوجه، لأنه هذا وجه وفاء أبو سمرة الأردنية، وين بلش طرف الخيط. بعد ما تعرضت وفاء للضرب، طلعت أختها شيماء اللي ساكنة بدولة أوروبية تناشد السلطات الأردنية ليساعدوا أختها. ساكنة بدولة أوروبية مو بأمريكا، أنا خربطت بهي الشغلة. أنا في يوم في الأيام كنت مكانها وحاولوا يخلصوا مني. وبعد كل مناشداتها تم حجز وفاء عند حماية الأسرة ليحموها من المعنفين بحسب قانون منع الجرائم الأردني لسنة 54 اللي بينص على توقيف الأشخاص إدارياً وربطهم بكفالة إذا كان في ما بيهدد الأمن أو حياتهم. ما بدي أختي تصير مثل أحلام أو إسراء أو غيرها، وفي الآخر الناس تقول توفت الله يرحمها. سنة 2020 أحلام الأردنية انقتلت بنص الشارع من قبل أبوها وهو شرب شاي جنب جثتها. 2021 رانيا العبادي قتلها أبوها بسبب تدني علاماتها بالجامعة. 2024 تدني علاماتها بالجامعة، يعني هي لسه يعني مو قضية شرف، كمان قضية علامات بالجامعة، مشان لأنه حملت مادة. تخيل أنت حملت مادة يجوا يقتلوك. يعني أنا بقول لكم إنه قضية شرف مو مستاهلة إنك تقتل مشانها، ما في شيء مستاهل إنك تقتل مشانه. فإنك تيجي تقول لي مشان علامات جامعة، برو الجامعة كلها سكام، درسنا جامعة. هي أنا مهندس متخرج والله العظيم لهلا ما رحت اخذت شهادتي، اللي متخرج يمكن سنه ما رحت اخذت الشهاده ولا رحت اخذت الاطباره، ويوم تخرجي انا ما حضرته. ما لها طعمه الدراسه، ما لها طعمه. لازم تدرس، ما بقول لك مو لازم تدرس، بس هي مو شيء مهم كتير. يعني اذا ما درست برو طز ما لها القصه، واصلا الجامعات سكام. بس اذا درست اوكي بتروح تعمل شيء بحياتك، بتتعرف على عالم جديده، بصير اسمك مهندس، بتتعلم شويه برامج، اوكي شغله حلوه مو شغله سيئه. يعني الدراسه ما بتعيبك، بس كمان ما لها مهمه لدرجه انه اذا انا ما درست تقتلوني. 20 إسراء أبو زيد انحرق وجهها من قبل طليقها لأنها رفضت ترجع له. قانون منع الجرائم ما منع ولا وحدة من هاي الجرائم إنها تصير، بس عمل لسه هي على أسوأ، حرق لها وشها لأنه ما رضيت ترجع له. يعني يا ريته قاتلها عن جد، يا ريته قاتلها خلاص ترتاح من هالدنيا، ولا إنه هو يشوهها ضل عم تعيش معاناة كل حياتها. إشي واحد، جعل المعنفين طلقاء والمعنف محبوس لحمايته. اللي قهرني إنه لما أجي أحكي معهم يقولوا لي ما تهدى الأمور، إحنا مضطرين نسلمها لعائلتها. إذا هذا القانون اللي نحط للحماية عم بتخاف النساء تكون تحت حكمه، بيكون مين عم بحمي؟ المعنف ولا الجاني؟ اليوم أختي أبصر بكرة مين. شيء مو منطقي يعني جد. لازم يرجعوا يدرسوا هذا القرار اللي هن عاملينه. المفروض ينحبسوا اللي ضاربينها، مو هي اللي تنحبس فوق ما لها أكلة قتلة. أنا كتير زعلان عليها لوفاء، الله هيك يحسن حالها ويخلصها من هالعالم اللي عايشة معهم. العالم معها حق كلها تقول إنه كيف أنتوا حابسين البنت وتاركين العيلة برا. ما بتعرف شو القصة، يمكن العيلة كتير كتار، يمكن عايشة مع 5 6 ولقوا اسرع حركه انه خلص هن هلا يحبسوها لبين ما يحلوا الموضوع. عم يقولوا انه بدهم يرجعوها لاهلها. اذا رجعوها لاهلها هي مصيبه، لانه ممكن عن جد وقتها ما فيك تلوم السلطات على هي القصه اللي عملوها هن. يعني هن منيح استجابوا، منيح اجوا اخذوها حبسوها احسن ما يتركوها تموت. في اراني بتحاكي الشرطه بتحاكي السلطات بيجوا ما بيعملوا لك شيء، بتركوك بس تموت بقى بيجوا بيشوفوا مين اللي قتله، يلا تعالوا نحاسبه. اما هن يعني اخذوا اكشن لحتى يحموها. صحيح هو اكشن غريب شوي انه اخذوها إلها، بس على الاقل خايفين عليها. فما بتعرف على مين الحق. هل هيئه حمايه الاسره عملوا شغله غلط؟ انا ما بشوف عملوا شغله غلط، بس بشوف انه اذا رجعوها بصيروا عملوا شغله غلط وقتها. ما بعرف، قولوا لي رايكم بالتعليقات. وعن جد الله هيك يساعدها ويكون معها. كثير قصتها لهي البنت بتزعل، ومو منطقي انه تضل هي محبوسه وهديك برا. والقصه مثل ما قلت لكم صارت قضيه راي عام كل ما عم تكبر، وان شاء الله انه تكبر لدرجه انه يجي شيء يحسن لها وضعها. ما بعرف، ممكن تسافر لعند اختها ولا تطلع من هالعيله ولا تطلع من البلد كله لحتى تهرب منهم. والقوانين اللي موجوده للاسف ما بتحاسبهم، بيقولوا لك هي قضيه شرف او اهلها عم يأدبوها. لازم القانون يكون قضيه تعنيف اسري وصلان لهالمرحله، خليها تنضرب هالضرب هذا. جريمه محاوله قتل عمد هيك مفروض تنحسب. يعني مو اذا هن اهلها يعني خلص يغتصبوها يقتلوها، مفروض تنحسب كانه محاوله قتل. اذا انت شايفها غلط ومو عاجبك وضعها خلص اتركها. يعني هي بدها تشتغل مشان تطلع مصاري لانه هي مطلقه وتعول نفسها، فهن مو عاجبهم هذا الشيء صاروا يقتلوها. خلص قولوا لها بدك تشتغلي، نحن ما بيناسبنا هذا الشيء، روحي اشتغلي وعيشي لحالك
خلص تبروا منها وطلعوها من العيله، ولا تقتلوها وتضربوها. يعني هذا الشيء ما بيجيب نتيجه، بالعكس بيعمل عقده اكثر. واذا هي كان بدها تشتغل يعني حتصير بدها تشتغل اكثر، واذا هي كان بدها تعمل شيء غلط حتصير بدها تعمل شيء غلط. ما عم اقول لك الشغل غلط، انا عم اعطي مثال لانه هن في عالم بضربوه على شيء غلط. بدك تمنعها عن الشغل، المفروض انه انت تدير بالك عليها وانت تامن لها مصاري وتقول لها خلص لا تشتغلي، شو ناقصك هون، نحن بندير بالنا عليكي. مو تضربها وتعنفها بهذا الشكل. المهم يا جماعه قولوا لي انتم شو رايكم بالتعليقات، هل بتشوفوا الشيء اللي عم يصير هذا منطقي؟ هذا كان الفيديو لليوم، لا تنسوا السبسكرايب، بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.